كأس العالم لكرة القدم يعتبر من أكبر الأحداث الرياضية اللي بتحصل كل 4 سنين، والفيفا بتكون حريصة دايما إنها تختار دولة مناسبة لاستضافة كأس العالم. وهنا بنشوف الدول بتتنافس وبتصرف مليارات الدولارات علشان تقدر تستضيف كأس العالم، وده طبعا بسبب العوائد الاقتصادية الضخمة اللي هتحصل عليها الدولة من استضافة المونديال. ولكن السؤال المهم بالنسبة لنا كمصريين، هل مصر تقدر تنظم كأس العالم؟ أهلا بيكم في كايرو بيزنس جورنال. في الفيديو ده هنعرف هل تستطيع مصر فعلا تنظيم كأس العالم ولا لا. في مايو 2023 أعلن وزير الرياضة المصري أشرف صبحي عن أن طموح مصر تخطى تنظيم كأس أفريقيا لكرة القدم، وحاليا الدولة بتكثف جهودها وبتحاول تستضيف كأس العالم في 2034 بملفات مشتركة مع دول تانية. ولكن نيجي للسؤال المهم، هل الدولة أصلا عندها الإمكانيات اللي تخليها تنظم كأس العالم؟ معالي الوزير أشرف صبحي متفائل جدا بالعاصمة الإدارية الجديدة، وشايف إنها ممكن تكون سبب أساسي على جعل مصر تنافس على تنظيم كأس العالم، وده بسبب وجود مساحة 93 فدان في قلب العاصمة مخصصة للفعاليات الرياضية الكبيرة. المدينة فيها ملاعب حديثة لكل الرياضيات تقريبا، أبرزها 4 ملاعب لكرة القدم مدعومة ببنية تحتية وخدمات لوجستية زي المواصلات والفنادق. بالمناسبة دي مش أول مرة مصر تحاول تستضيف كأس العالم، كان في محاولة تانية للمشاركة في مونديال 2010 اتعرفت باسم صفر المونديال. عام 2001 أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم إن نسخة كأس العالم 2010 هتتعمل لأول مرة في قارة أفريقيا، وكان التنافس النهائي على الدولة المستضيفة للبطولة بين مصر والمغرب وجنوب أفريقيا، وكل دولة من دول خصصت ملايين من الدولارات للحملات الإعلانية وتجهيز الملف اللي هيتقدم للفيفا. مصر وقتها صرفت 43 مليون جنيه في التجهيزات، أي ما يعادل في وقتها حوالي 7 مليون دولار. ولكن بتتصدم مصر بنتيجة التصويت. لجنة الفيفا اللي كانت هتصوت على اختيار الدولة المستضيفة كانت مكونة من 24 صوت. فاز وقتها في التصويت جنوب أفريقيا بعد ما حصلت على 14 صوت، والمغرب حصلت على 10 أصوات، ومصر ما حصلتش على أي تصويت. والصحافة المصرية سمت الحدث ده بفضيحة صفر المونديال، والحدث عمل ضجة كبيرة في الوقت ده، ووزير الرياضة وقتها حول ملف المونديال للنيابة العامة للتحقيق في أسباب الفشل. ولكن المرة دي غير 2004، لأن مصر دلوقتي عندها خدمات وإمكانيات أكتر بكتير من اللي كانت بتمتلكها في الماضي، زي العاصمة الإدارية الجديدة مثلا اللي اتكلمنا عنها من شوية. ولكن هل ده كافي لاستضافة مصر لكأس العالم؟ الاتحاد الدولي لكرة القدم وضع شروط لازمة اللي يجب توفرها في الدولة الرغبة في استضافة كأس العالم، منها مثلا إن الدولة تكون بتمتلك ملعب يشيل أكتر من 80,000 متفرج للمباراة الافتتاحية والمباراة النهائية، وتكون بتمتلك ملاعب فيها 60,000 مقعد لمباراة نصف النهائي، وملاعب ما تقلش عن 40,000 مقعد لدور المجموعات، بالإضافة طبعا لتوفير ملعب تدريبات وفندق لكل منتخب. وكمان الدولة المستضيفة لازم تخصص أماكن لإقامة الحكام والمتطوعين والعاملين في البطولة. وطبعا لازم الحكومة المحلية للدولة المستضيفة تتعاون مع الفيفا في إصدار تأشيرات وتصاريح عمل للاعبين والعاملين وكل الأفراد اللي هتشارك في كأس العالم. الحقيقة لو جينا نطبق الشروط دي على مصر هنلاقيها بتمتلك ملاعب متوافقة مع معايير الاتحاد الدولي لاستضافة كأس العالم، بالإضافة كمان لوجود شبكة طرق قوية جدا، ودي اللي بنتها الدولة مؤخرا، وده طبعا هيسهل الحركة بين الملاعب المختلفة. ولكن في بعض الآراء المخالفة اللي بتقول إن كل ده غير كافي لإقناع المصوتين في اللجنة التنفيذية للفيفا إنهم يدوا أصواتهم لملف مصر، وده بسبب ضعف البنية التحتية للدولة بالكامل. ولو مصر محتاجة تستضيف كأس العالم فعلا فلازم تطور من البنية التحتية في الأول. وبيعتقد أستاذ القانون الرياضي الدولي محمد فضل إن التكلفة المبدئية لإنشاء البنية التحتية اللازمة لاستضافة مصر لكأس العالم هتتخطى 700 مليار جنيه. كمان لازم نحط في الاعتبار إن عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم زاد من 32 منتخب ل 48 منتخب، وده هيجبر الدولة المستضيفة للمونديال في المستقبل إنها تضاعف جهودها. وكمان لازم توفر حوالي 500,000 غرفة فندقية للمونديال، ومصر بتمتلك 250,000 غرفة فندقية فقط. كل ده هيضعف من ملف مصر في استضافة كأس العالم. وطبعا علشان الدولة تعرف تنفذ كل الكلام ده محتاجة فلوس كتير جدا. ولو جينا نبص على اقتصاد الدولة في الأعوام الأخيرة هنلاقي إن مصر حصل فيها تضخم بنسبة 71%، والجنيه فقد 49% من قيمته قدام الدولار. ده غير طبعا إن مصر هي تاني أكبر دولة مديونة من صندوق النقد الدولي، وده طبعا هيضعف من ملف مصر قدام الدول المنافسة ليها. عندك مثلا الملف الثلاثي المشترك بين المغرب واسبانيا والبرتغال، والملف الرباعي اللاتيني والارجنتيني واوروغواي وتشيلي وباراجواي. وطبعا لو مصر قدمت ملفها المشترك لاستضافة المونديال هتنافس كل الدول دي. ولكن في امل بسيط لو مصر اختارت شركاء مناسبين للملف اللي هيتقدم للفيفا. في الحالة دي ممكن يكون ملف مصر قوي. وفي اخبار منتشرة بتقول ان مصر هتشارك اليونان والسعودية في استضافة كأس العالم. ولكن وزير الرياضة السعودي طلع وقال ان الدولة مش بتخطط انها تستضيف كأس العالم. طب ايه الاثار الاقتصادية اللي هتعود على مصر لو استضافت كأس العالم؟ عندك قطر مثلا حققت حوالي 17 مليار دولار باستضافتها لكأس العالم 2022، بالاضافة لنمو اقتصاد قطر سنويا بنسبة 3%. ولكن هل مصر لو استضافت كأس العالم هتعمل زي قطر وهتحقق مكاسب من الموضوع ده؟ خليني اقول لك ان مش لازم الدولة تحقق مكاسب، ممكن تحصل مخاطر اقتصادية كبيرة جدا. عندك الولايات المتحدة مثلا خسرت
وصلت حوالي 10 مليار بعد استضافتها لكأس العالم عام 1994. وجنوب افريقيا اللي نظمت بطولة المونديال عام 2010 ما حققتش اي قفزة اقتصادية، يعني استضافة كأس العالم قد يكون مخاطرة اقتصادية كبيرة لمصر. بس يا سيدي هنا نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهارده. ما تنساش يا صديقي تعمل لايك واشتراك للقناة وتقول لنا رأيك في التعليق. سلام عليكم.